القومية المصرية التي تجسدت في الأنبا شنودة الذي لا نعتبره رمزا للمسيحيين بقدر ما هو رمز وطني لكل المصريين مسلمين ومسيحيين. ويكفي أنه القائل أن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. ونختم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت لا إله إلا والأنبياء قبلي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هكذا كان أيضا يؤكد الأنبا شنودة عندما يتكلم باسم الإله الواحد الأحد الذي نعبده جميعا أن يقر بوحدانية الله وبعبادة المصريين جميعا له رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وشكرا. النائب المحترم عامر محمد عبد الرحيم. عامر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم المصريين جميعا وباسم حزب البناء والتنمية نقدم العزاء للمصريين جميعا وللأقباط ولأهله في محافظة أسيوط. نتقدم بهذا العزاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أقباط مصر لاختيار خلفا له وطنيا في عمله مخلصا وفي الدفاع عن قضايا أمته. وجزاكم الله خيرا. النائب المحترم حلمي السيد مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم حزب الإصلاح والتنمية وباسم الشعب المصري نتقدم بخالص العزاء للإخوة المسيحيين والشعب المصري بالكامل في وفاة هذا الرجل العظيم الذي وحد النسيج المصري مسلمين ومسيحيين. وربنا يعوض مصر في من سيخلفه لزيادة أواصر المحبة والأخوة في الشعب المصري بالكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النائب المحترم البدري فرغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. البابا شنودة أحد رواد الحركة الوطنية المصرية وهو رمز من رموز الوحدة الوطنية. البابا شنودة كان أديبا ومفكرا وشاعرا ومبدعا، وهو قام بدور كبير في وحدة هذا الوطن. إننا ننعيه باسم كل المصريين المخلصين الذين يريدون وحدة هذا الشعب. وشكرا. النائب المحترم عادل شعلان. شكرا سعادة الرئيس. باسم الهيئة البرلمانية لحزب المواطن المصري نتقدم بخالص العزاء لوفاة البابا شنودة الرجل العظيم المصري العظيم للفقيد الرحمة ولمصر بالكامل خالص العزاء. شكرا سيادة الرئيس. النائب المحترم عادل عفيفي. حزب الأصالة يقدم العزاء للمسيحيين المصريين في مصر وفي الخارج في وفاة الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة القدسية. النائب المحترم نصر الدوانسي. مجلس الشعب كله وحزب الكرامة وكل الأحزاب المصرية نتقدم بخالص العزاء لوفاة فقيد مصر كلها البابا شنودة اللي احنا بنعتبره انه رمز الوطنية المصرية، وهو الذي كان مع مصر دائما ضد كل الكيان الصهيوني والكيان الإسرائيلي بالكامل، وهو الذي رفض أن يزور إسرائيل، وكان رمز للوطنية الجامعة في مصر كلها. نقدم خالص العزاء باسم الشعب المصري كله والشعب الوطني العربي والإسلامي كله. شكرا. النائب المحترم عمرو عودة. النائب المحترم حسين فايز أبو الوفا. أيادو. عمرو تفضل يا عمرو. تفضل يا عمرو. باسم الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة نتقدم بخالص التعازي للإخوة الأقباط والمصريين أجمعين بالداخل وبالخارج لوفاة البابا شنودة الرجل الذي أخلص لمصر وحافظ على الوحدة الوطنية.
وللفقيد الرحمة. شكرا. النائب المحترم حسين فايز أبو الوفا. نتقدم بخالص التعزية للإخوة المسيحيين خاصة، ولأهل المسيحيين بنجي حمادي خاصة الأنبا كريلس، وللشعب المصري بصفة عامة لافتقادنا شخصا مثالا للمحبة والسماح. شكرا. النائب المحترم حاتم عزام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري كله، وحزب الحضارة يتقدم بخالص العزاء لفقيد الوطن البابا شنودة الثالث، ولا نستطيع إلا أن نتذكر جميع مواقفه الوطنية وكلمته الشهيرة أن مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، ونتذكر له موقفه الوطني من رفضه لزيارة بيت المقدس تحت كنف الاحتلال الصهيوني، وقد دفع ثمن هذا غاليا. الحقيقة نحن كلنا ثقة في قدرة الكنيسة المصرية على تقديم زعامات دينية جديدة تعبر بهذا الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من عمره لمرحلة البناء المشترك بين المصريين جميعا بمسلمين ومسيحيهم. وشكرا سيادة الرئيس. النائب المحترم مصطفى النجار. باسمي وباسم حزب العدل أتقدم بخالص العزاء إلى جميع المصريين في وفاة البابا شنودة، وأسأل الله عز وجل أن يظل هذا الوطن نسيجا واحدا بلا تمييز بين مصري وآخر لدين أو عرق أو أي اختلاف. وشكرا. النائب المحترم عادل القلة. باسم حزب مصر العربي الاشتراكي بننعى على مصر كلها، ليس للمسيحيين وحدهم بل جميع طوائف الشعب المصري، هذا الرجل العظيم الذي نذكر له مواقفه المشرفة طوال أكثر من 40 أو 50 عاما، كان صمام أمان للوحدة الوطنية، فنشكر الجميع الذي يترحم على هذا الشخص العظيم. شكرا. النائب المحترم سيف رشاد. شكرا يا دكتور. باسم مجلس الشعب وباسم الاتحاد المصري العربي أتقدم بخالص العزاء للمسيحيين والأقباط في وفاة الأنبا شنودة رمز الوطنية والمحبة والسلام. شكرا سيادة الرئيس. النائب المحترم السيد شحاتة محمد خليفة. الشعب المصري وباسم حزب السلام الديمقراطي نتقدم بخالص العزاء للإخوة المسيحيين على وفاة الأنبا شنودة. وشكرا. النائب المحترم مصطفى بكر. كان قداسة الباب بسم الله الرحمن الرحيم كان قداسة البابا شنودة رمزا وطنيا يعتز به كل مصري، ويكفي القول أنه كان يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني ويعاقب أي مسيحي كان يسافر إلى القدس. يكفي أن هذا الرجل عندما جاء فرانك وولف الذي كان رئيسا لبعثة لجنة الحماية الدولية جاء إلى هنا موفدا من الكونغرس الأمريكي وطلب مقابلة البابا، رفض البابا أن يقابله وقال إن أي مشكل مصري يحل في البيت المصري. لقد فقدنا رجلا عزيزا على قلب كل مصري، لا أحد أبدا يشكك في وطنيته وانتمائه ودفاعه عن كل القيم الوطنية. إنني أعزي كل المصريين جميعا ولا أعزي أشقائي الأقباط فقط، لأن البابا شنودة كان لكل المصريين. شكرا. النائب المحترم السيد عسكر، الشيخ السيد عسكر. الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد تعلمنا من ديننا أنه عندما تنزل بنا مثل هذه المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع
وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نقدم خالص العزاء للأمة في هذا المصاب الجلل، والبقاء لله وحده. النائب المحترم محمد جبر. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم نواب حزب مصر القومي ننعي بمزيد من الحزن والأسى سماحة البابا شنودة الثالث بابا مصر وإفريقيا، ونذكر له مواقفه الوطنية دائما، ونأمل ونطلب من الله أن تسير الكنيسة على نفس النهج وعلى نفس السماحة والوطنية. وشكرا. عزاء الحكومة. عزاء الحكومة. يعز علي أن أنعي إلى حضراتكم وطنيا صادقا وعلما من أعلام الكنيسة المصرية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة قدم خلالها الكثير لوطنه وللإنسانية، فحسبه أنه كان نموذجا في البذل والعطاء بغير حد، فكل من عرفه عن قرب يعلم أنه كان حريصا على وحدة وتماسك واستقرار أمن الوطن، مما يؤكد أنه كان يهيم حبا في مصر بمسلميها ومسيحييها، فليس بإمكاننا أن نحيط بكل جوانبه في إنسانيته وأدبه وثقافته، وإن الحديث عنه لا ينتهي، ولا نملك في هذا المقام إلا التسليم بقضاء الله وقدره. وأتقدم باسمي وباسم الحكومة بخالص العزاء لإخواننا الأقباط، داعين الله عز وجل أن يلهم إخواننا الأقباط ومحبيه وذويه خالص الصبر والسلوان في فقيد وطننا العزيز البابا شنودة الثالث، وإنا لله وإنا إليه راجعون.